وسأشير إلى أدلة هذه المسألة في هذا المقام المختصر بما لا أطيل عليكم فيه إن شاء الله تعالى. أولا، من أجاز هذا القول وهم أهل العلم فيما أعلم هم أهل العلم سلفا وخلفا، ولا يعرف إلا النادر جدا الذي قال بمنع الصيام في يوم عرفة إذا وافق يوم السبت، حتى إن شيخنا الألباني رحمة الله عليه لما قرر هذا القول قال والذي قال بهذا هو راوي الحديث عبد الله بن بسر الصحابي الحديث. ومعلوم أن الصحابي إذا روى لا تكون روايته رأيا له إلا إذا صرح بذلك، وإلا رجال السند جميعا قد ذكروا هذا الحديث. هل نعد رجال السند جميعا قائلين بهذا القول؟ فرق بين الرأي وبين الرواية. عندنا عمومات الأدلة، فضل صيام يوم عرفة كما سمعتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام عند الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وإن كان هذا عن داود فقد أقره النبي في شرعنا، يصوم يوما ويفطر يوما. ومعلوم أن من صام يوما وأفطر يوما لا بد أن يوافق يوم السبت، وهذا في النافلة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إحدى أمهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة قال هل صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال هل تصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. ما هو اليوم الذي بعد الجمعة؟ إنه السبت. هذا أيضا وعمومات في هذا الباب. أما ما يقال بأن هذا الحديث يخصص هذه العمومات فيقال لا، لأسباب. أولا، الوقائع التي ذكرتها كان فيها مخصصات أيضا. كلامه لجويرية هل صمت وتصومين يوما بعده، هذا مخصص، هذا في السبت صراحة. تصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. أقرها على صيام يوم الجمعة إن صامت يوم السبت. وصيامها السبت لا شك أنه نافلة ليس فريضة رمضان، ولو كان كذلك لكان الناس جميعا صائمين رجالهم ونساؤهم. وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يستدلون بأن هذه الأدلة لو أخذنا بعمومها تتعارض مع تحريم صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما غير مذكورين في الأحاديث العامة. أجاب عن هذا شيخ الإسلام قال السبت في السنة 50 سبتا، 50 يوما، والعيدان يومان فقط في السنة. أيهما كان أولى بالتنبيه؟ إذا كان الذي سيصوم يوما ويفطر يوما معه 54 سبتا أو في بعض السنوات أو أقل إلى 48، النصف من ذلك 24 أو 25. هذا معناه لو كان سيصوم 25 يوما محرما في السنة لكان هناك أدعى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أدعى أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ويقول لا إلا يوم السبت. فلما لم يتحرز النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستثني يوم السبت دل على أنه جائز. قد يقول قائل إذن على ما نفهم الحديث؟ إن الله حرم صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. أهل العلم يقولون إذا كان يصومه تعظيما للسبت كما تعظمه اليهود تشبها باليهود فهذا هو المحرم. لا تصم يوم السبت تعظيما للسبت، لأن يوم السبت عند اليهود هو اليوم الذي ينقطعون فيه عن العمل تعظيما له، وسمي السبت لأنه القطع. وعلى ذلك من مجموع ما سمعنا نرى أنه يسن لنا أن نحافظ على صيام يوم عرفة غدا، وإن وافق يوم السبت نرجو أن يتقبل الله من الجميع وأن يعيد علينا وعليكم العيد بكل خير وعلى أمة الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.